السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا مساء الخير يا مساء السعادة. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلو خفيف وسهل، حلو يوم الخميس. يلا بينا نبدأ مع بعض الوصفة. عملت معاكم النهاردة بودنج الكاكاو او الشوكولاتة بطريقة بسيطة سهلة جدا. المكونات كلها موجودة في قلب البيت، ودخلنا حاجة حلوة قوي الولاد بيحبوها، والوصفة ما اتكلفتش معانا حاجة خالص. عوديهم دايما يوم الخميس تعملي لهم حاجة مختلفة. يلا نبدأ الوصفة. بس أول مرة لو بتشوفوا الوصفة بتاعتي، أنا اسمي مرمر ودي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا وحدتين هوز، وديت شوية سوداني موجودين عندي في التلاجة. استخدمت ايه؟ استخدمت لبن، اي كمية لبن موجودة عندك على حسب افراد الاسرة. هقول لك مكوناتي هنا. دول 3 كوبايات من اللبن، حطيت عليهم معلقتين 2 سكر، معلقتين كبار نشا. كل ده على البارد يا جماعة، ماشي؟ معلقتين سكر ومعلقتين نشا. هقلب كويس قوي الحاجات دي على البارد. كمان معلقتين كريم شانتيه، وهبتدي اقلب كل الحاجات دي على البارد. طب ليه ما قلبتيهاش على البوتاجاز؟ النشا والكريم شانتيه لو اتحطوا على البوتاجاز وتقلبوا على البوتاجاز هيكلكعوا معاكي، فافضل نتيجه لتقليبهم وتدويبهم تماما مع شويه صبر يكون على البارد. كمان معلقتين كاكاو خام، انا استخدمت كاكاو غير محلى. نوع الكاكاو اللي انا بستخدمه الكاكاو الاسباني ده، تقريبا انا بفضله لانه يعتبر من اجود انواع الكاكاو اللي موجوده في قلب السوق. لو حابه انك تستخدمي اي نوع تاني موجود عندك وبيديكي نفس النتيجه او انت شايفاه انه افضل، مفيش مشكله خالص. مش دي الدرجة اللي انت عايزاها للبودنج او للمهلبية الشوكولاتة. في العموم لما بتعمليها بتبقي عايزة الاغمق من كده. عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان الحاجات دي لما بتترفع على النار بيتغير اللون بتاعها. بعد ما قلبناها كويس قوي، ما ينفعش ان انا اقول بودنج شوكولاتة او مهلبية شوكولاتة وانا مش مستخدمة فيها الشوكولاتة. فانا هفضل اقلب كويس قوي، هدوب كل الحاجات اللي موجودة معايا بقى بعد ما دابت كده على البوتاجاز، وهنتظر ان القوام بتاعها يتقل. في الوقت ده انا عندي قطع شوكولاته شايلاها في قلب الفريزر. بصي بقى، شوكولاته خام ماشي، شوكولاته مطبخ مفيش مشكله. عندك شوكولاته عادي نوع اللي هي بتاعه الاكل العاديه، اي نوع انت بتفضليه حلو قوي. انا عندي هنا حواف بتاعه تورته، الاحرف بتاعه التورت اللي بيبقى فيها شوكولاته كتير. اما ما ببقاش محتاجاها بجمعها في قلب الفريزر وبعد كده بستخدمها زي اللي موجوده عندي دي. تمام. حطيتها في قلب الخليط بتاعي، ومع التقليب كده هتدوب مش هتكلكع. ايوه هتدوب مش هتكلكع، والخليط هيتغير لونه وهتلاقي لونه بقى جميل جدا، وكمان هيتقل قوامه مع التقليب على البوتاجاز. جربي كده الحاجات اللي انت ما بتستخدميهاش لما بتجيبي تورته او بتجيبي قطع جاتوه وبيبقى فيها حتت شوكولاته خام كتيره او شوكولاته في الجوانب موجودة ما بتستخدميهاش، جمعيها كلها في الفريزر في كيس تلاجة نظيف، وأعيدي استخدامها زي ما احنا بنعمل دلوقتي. تمام. يبقى حطيت على 3 كوبايات اللبن معلقتين 2 سكر، معلقتين 2 نشا، معلقتين 2 كاكاو خام، ومعلقتين 2 كريم شانتيه. تمام. بصوا اللون اتغير عندي ازاي، اللون بقى جميل جدا والقوام تقل زي ما احنا شايفينه اهو. ده كده القوام اللي انا محتاجاه، وممكن كمان يكون اتقل من كده. خدي بالك انك لما بتطفي البوتاجاز القوام بيتقل عن كده شويه. هحط نص كمية السوداني اللي موجودة عندي. انا اشتغلت بابسط المكونات اللي تقدري تشتغلي بيها موجودة في قلب البيت. لو حابة انك عندك مكسرات، البندق من الحاجات اللي بتليق قوي مع الشوكولاتة، فاستخدمي بندق. هقلب تقلبتين كده 3 على السريع، وكده تبقى الدنيا معايا كويسة. مسكت الهوهوز اللي موجود معايا وقطعتها قطع زي ما انتم شايفين كده، وكلنا عارفين ان الشوكولاتة بتحب الموز، فانا كمان استخدمت الموز. هحط قطع من الموز تحت، وهحط كمان عليها قطع من الهوز، وهبتدي اصب الخليط بتاعه. مسألة التزيين بتاعتك دي مسألة نسبية، كل واحدة عندها أي حاجة في قلب البيت تقدر تزين بيه. أنا هستخدم نفس السوداني المجروش اللي أنا حطيته في قلب الخليط من جوه، هستخدمه من بره. كمان لازم يكون أحط قطع من الحاجات اللي أنا حطيتها من جوه على وش الكاس من فوق، عشان اللي بياكل يبقى عارف
اللي جوه ده ايه، الطعم اللي موجود جوه ايه. فطبعا بيبقى فيه جزء من الحاجات اللي حطيناها جوه موجود فوق للتزيين. هصب بقى بقية الخليط بتاعي في قلب الكاسات. بصوا القوام بتاعه شكله عامل ازاي. لو متابعين الفيديو لحد دلوقتي يبقى كده عجبتكم الوصفة، اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس للكل عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة معانا ان شاء الله. نحاول نقدر نعمل كل يوم خميس حاجة حلوة بسيطة وسهلة كده بتبقى بعيدة عن الأكلات اللي بنعملها طول الأسبوع، وغير مكلفة خالص يا جماعة. يعني الموز أنا هنا استخدمت موزتين، الكاكاو معلقتين 2 أخدتهم، اللبن برضو مش كتير، أو استخدمت 2 قطعتين من الهوهوز عملوا لي ال6 كاسات أو ال6 بولات دول، فعملت معايا كمية تكفي ل6 أفراد بالظبط. وصفة بسيطة وسهلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. الحاجات الاساسيه اللي احنا استخدمناها في الوصفه اللي انا حطيتها في الاول، طبعا كميه التحليه دي لو انت شايفه ان معلقتين السكر للثلاث كوبايات لبن هيبقوا قليلين تقدري تزودي الكميه اللي انت عايزاها، لكن بما اني عندي هوز مسكر وعندي الموز فيه نسبه سكر طبيعيه، وكمان الشوكليت اللي انا حطيتها دابت في قلبيها برضو فيها نسبه سكر، فانا حبيت ان الدنيا ما تبقاش اللي هي لما تاكلي معلقه تحسي ان نفسك جزعت، لا تقدري تكملي الكاس بتاعك وما يبقاش فيه حلويات كتير او سكر كتير. فده بالنسبة للناس اللي بتحب السكر معقول ده كده كويس جدا. انا كده حطيت سوداني فوق الوش اهو، هبتدي كمان احط قطع من الهوز بتاعي برضو فوق الوش. استعمالك للحاجات السريعة اللي موجودة في قلب السوبر ماركت او المحلات زي الهوز توينكيز، الحاجات اللي زي دي عملنا مع بعض قبل كده تورتة التوينكيز وكانت حلوة جدا وعجبت ناس كتير، كانت مسعفة وسريعة وكان طعمها في منتهى الجمال الحقيقة وكان شكلها شيك جدا. هحط لكم الوصفة بتاعة التورتة بتاعة التوينكيز بعد ده ان شاء الله تشوفوها على طول. كلها حاجات سهلة وسريعة تقدروا تعملوها في قلب البيت. ده كده شكل البودنج او مهلبية الشوكولاتة زي ما عملناها على طريقتي انا بطريقة بسيطة وسهلة جدا، طريقة ميرو في المطبخ. حطيت كمان كور الشوكولاتة الكريسبي ديت بيبقى طعمها لطيف ولذيذ جدا، حاجة مختلفة كده من فوق الوش. ده كده كان طبق المهلبية او بودنج الشوكولاتة زي ما بتحبوا انكم تسموه سموه. الوصفة بسيطة سهلة جدا غنية بالشوكولاتة اللي فيها وبالاطعمة المختلفة اللي فيها كلها متناغمة مع بعض. وصفتنا النهاردة كانت بسيطة سهلة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ كوين اوف ذا كيتشن. اشوفكم بخير وصفة جديدة من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.